بيقولوا كمان لازم نسميها للخميرة، أنا رح سميها لولو. بعد ما حضرت كتير فيديوز عن الساوردو صار وقت انه انا اجربها. الاول رح بلش بالستارتر، يعني حاعمل انا خميرة طبيعية بالبيت. انا جبت هيدا الطحين من جرينز ومحطوط عليه ساوردو، يعني اكيد هيدا هو الطحين اللي نحن بدنا اياه. انا براسي ساوردو جاهزة، يعني قد ما حضرت فيديوز خلص صرت عارفة كيف تنعمل. بس هلا جينا على التطبيق. كرمال الستارتر الاشياء اللي بدنا اياهم هن مي معدنية ومرتبان وطحين قمحة كاملة. حسب ما حضرت انه قد ما بحط طحين بحط مي، فححط 3 ملاعق طحين. وهلا رح زيد 3 ملاعق مي. رح اخلطهم بالسباتولا. لاني كنت عم حط ملاعق طحين معباية على الاخر، فعزت اكتر من 3 ملاعق مي، يعني تقريبا 5 ملاعق مي. المفروض هذا هو القوام اللي يطلع معنا. كداي 1 رح اتركها بالمطبخ بحرارة معتدلة مفتوحة هيك لتاني يوم. بيقولوا كمان لازم نسميها للخميرة، أنا رح سميها لولو. إذا عبالكم تتابعوا معي هيدي التجربة اعملوا لي فولو وتابعوني بالفيديوهات الجاية.